بنينا. السلام عليكم أصدقائي، سنتعلم اليوم مع بعض كيفية الصلاة. بعد أن تتوضأ تنوي بقلبك الصلاة لله تعالى، ثم تتوجه إلى الكعبة، يعني باتجاه القبلة بكامل بدنك، ثم تقيم الصلاة كالآتي: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم ترفع يديك حذو منكبيك وتقول: الله أكبر. وهذه هي تكبيرة الإحرام التي تبدأ بها الصلاة. ثم تضع كفك الأيمن على كفك الأيسر، ثم تقرأ دعاء الاستفتاح سرا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم تقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم تقرأ ما تيسر لك من القرآن. وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ترفع يديك للتكبير وتقول: الله أكبر، وتنحني بظهرك واضعا يديك على ركبتيك فارقا أصابعك، ويكون ظهرك مستقيما ونظرك محل سجودك، وتقول سرا: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم ترفع رأسك من الركوع واضعا يديك حذو منكبيك وتقول: سمع الله لمن حمده. وعندما تستوي قائما تقول: ربنا ولك الحمد. ثم تسجد وتقول: الله أكبر. وتسجد على أعضائك 7، وهي: الأول الجبهة والأنف، الثاني والثالث اليدان، الرابع والخامس الركبتان، السادس والسابع بطون أصابع الرجلين. وتقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وتباعد عضديك عن جنبيك، وبطنك عن فخذيك، وفخذيك عن ساقيك، وتجعل يديك حذو منكبيك، وتكون على أطراف قدميك مستقبلا بأصابع يديك وقدميك القبلة. ثم ترفع من السجدة الأولى وتقول: الله أكبر، واضعا كفيك على فخذيك، وناصبا رجلك اليمنى، ومفترشا قدمك اليسرى، وتقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ثم تسجد السجدة الثانية مكبرا: الله أكبر، سبحان ربي الأعلى،
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ثم تقوم معتني على ركبتيك وتكبر الله أكبر. ثم تفعل كما فعلت في الركعة الأولى، تقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم تقرأ ما تيسر لك من القرآن. وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. وإن كانت الصلاة ثنائية، أي ركعتان كصلاة الفجر والجمعة، تجلس بعد رفعك من السجدة الثانية، وتنصب رجلك اليمنى مفترشا رجلك اليسرى، وتضع يديك على فخذيك إلا السبابة، فتحركها وتقرأ التشهد. التحيات لله الزكيات لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم تقرأ الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم تلتفت يمينا وتقول السلام عليكم ورحمة الله، وتلتفت يسارا وتقول السلام عليكم ورحمة الله. أما في الصلاة الثلاثية كالمغرب والرباعية كالظهر والعصر والعشاء، فتقول فقط التشهد الأول بدون الصلاة الإبراهيمية، وتنهض قائما وتكبر الله أكبر، وتضع يديك على صدرك وتقرأ الفاتحة فقط. وفي الركعة الأخيرة من صلاة المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء نقوم بالتشهد الأخير مثل التشهد الأول في الصلاة، وتزيد الصلاة الإبراهيمية. ثم تلتفت يمينا وتقول
السلام عليكم ورحمة الله. وتلتفت يسارا وتقول: السلام عليكم ورحمة الله. هل أعجبكم هذا الفيديو؟ لمشاهدة المزيد من أعمال أسرتنا اضغطوا سبسكرايب هنا في الأسفل.